ما عرفش كيفاش الواحد كيربح الملايير من الماء ديال الدوله بلا ما يخلص عليه التريال. وحنا نيت اليوم كنعيشوا على وقع الجفاف وقله المياه، وما قادرناش نصبر الشهر ولا الشهرين ما يصدر الخضره باش المغاربه يشروا مطيشه ب3 دراهم والبصله ب2 دراهم. حنا ما قلنا لهمش يعطونا الخضره فابور، رغم انهم الا ضحاو بشهر ولا شهرين ما غاديش تاثر والو في الثروه اللي عندهم. حنا قلنا لهم غير بدل ما يبيعوا مطيشه والبصله للمواطن الفرنسي يبيعوها لخوهم المغربي بثمنه تفضيليه. راه ما يمكنش تباع مطيشه في فرنسا عباد الله ب 12 درهم، داخل فيها النقل من المغرب لفرنسا، وداخل فيها الشركات الوسطاء وشركات التوزيع وربح البقال وغيره، وهنا كتباع ب 12 درهم وهي جايه غير من الضيعه للسوق، يعني ماشي حتى 100 كيلومتر ولا 200 كيلومتر ولا 50 كيلومتر. يا عباد الله كنقولها وكنكررها اليوم خاصنا كاملين نلبسوا التوني ديال هذه البلاد هذه، نلبسوا التوني ديال المغرب وننساو السياسه وننساو الانتخابات اللي في 2026. ما نبقاوش الخطط ديالنا نبنوا على الانتخابات، نبنوا على المغرب، على الاستمراريه ديال هذا الوطن هذا. راه الا بقينا ننظروا اش غادي نحققوا، واش غادي يحقق هذا الحزب، واش غادي يحقق هذا الحزب، وهذا غادي يدير وخاصو الانتخابات وخاصو يدير، الله لا يرد هذه الانتخابات هذه. اش جابت لنا كاع في نهايه المطاف؟ اليوم خاصنا نفكروا بمنطق اخر، خاصنا نتعاملوا مع الوطن بمنطق اخر. كنقولها وكنكررها، وهذا المنطق اليوم كيتطلب منا نوضعوا استراتيجيه حقيقيه. أنا اليوم كنتكلم وكنقول غريب وعجيب أن مؤسسة مجلس المنافسة كيخرج علينا وكيقول لك على أنه ما يقدرش يتدخل لأن ليس هناك احتكار أو هيمنة. الله ولدي، واش كاين شي اكثر من هذه الاحتكارات اللي احنا عايشينها؟ كاين اكثر من هذه الهيمنه اللي عايشينها؟ فين انت غادي تدخل؟ انت ما تدخلتي في الايامات اللي كان المازوت طالع وليسانس طالع وكاين فيه احتكار من مجموعه من الشركات. اليوم مولي من الازمه ديال الغلاء والازمه ديال المطيشه والازمه ديال البصله والازمه ديال البطاطا، مولي قلتي ما تدخل. فين انت غادي تدخل انت عباد الله؟ واش حنا دايرين هذه المؤسسه الدستوريه كتشخص لنا ولا كنتفرجوا فيها؟ مجلس المنافسه اليوم كنتكلموا عليه كيقول لك هذا الراي ديالو، او انت بغينا ندخل الى حتى كما كيقولوا خراب مالطا. الله يجازيكم بخير اللي في الموقع ديالو يتحمل المسؤوليه ديالو بغض النظر عن الانتماءات السياسيه وبغض النظر كوني متخندق مع هذا ولا متخندق مع هذا. حنا ما متخندقين مع حد، حنا متخندقين مع هذه البلاد ديالنا، ومتخندقين مع الملك ديالنا، ومتخندقين مع المصلحه ديال الوطن ديالنا. خليني الله يجازيكم بخير، خلونا من السياسه التي لم تنتج اي شيء. انتجت الاعطال الاجتماعيه، انتجت الفساد، مؤشرات الفساد المغرب كان في 87 ولا ما شحال، ولا اليوم في 94. يعني حنا الناس كتاخر في المؤشرات وحنا كنتقدموا فيهم للاسف الشديد. ماشي مؤشرات التنميه، هي مؤشرات الفساد. اذا ملي كنقول هذا الشيء هذا كنقول على ان هناك شي حاجه ماشي هي هذه داخل هاد البلاد هذه. شنو هي الاسباب؟ الاكيد الاسباب انا كنقولها وكناكدها ودائما قلتها من 2017 وغادي نعاودها اليوم 2023. فساد النخب السياسيه كاين عندنا الازمه في النخب السياسيه، كاين عندنا الازمه في الاحزاب السياسيه اللي ما بغات تنظم راسها وتاطر راسها وتعطينا نخب سياسيه حقيقيه عندها رؤيه لهذا الوطن وعندها استراتيجيه لهذا الوطن وكتهزتوني ديال هذا الوطن وكتخاف عليها. عباد الله بارك علينا من افساد المشهد السياسي، بارك علينا من هاد الحوايج كامل اللي عشناهم على مدار سنوات طويله جدا. راه كنقولها وكنأكدها، هناك خلل من النقابه يجب ان تتحمل مسؤوليتها، أن تتحمل مسؤوليتها إزاء الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. ماشي غير يعطوك هنايا وتسكت هنايا. راه إلا سكتنا كاملين، دخلت عليكم بالله إلا سكتنا كاملين، من الذي سيتحدث؟ راه ليس في مصلحة الوطن أن نصمت، وليس في مصلحة الوطن أن نمشي على خط مستقيم في اتجاه واحد. راه من مصلحة الوطن يتحدث هذا ويتحدث هذا وينتقد هذا وينتقد هذا. على الأقل كنبينوا فين كاين الخلل. اما الا سكتنا كاملين هن سكتنا ماذا سيقع؟ هذو الناس اللي كيطلبوا منا نسكتوا ولا كيطلب منك ما تتكلم على ما نتكلم. حنا شوف راه لك ما كيهمنا لا منصب، ما كيهمنا حتى شي حاجه. اللي كيهمنا هو هذا الوطن ديالنا والملك ديالنا والمصلحه العليا ديال البلاد ديالنا، وغادي نبقاو نتكلموا وندافعوا على المصالح العليا ديال الوطن، المصالح الاستراتيجيه ديال البلاد ديالنا، المصالح ديال المواطنين. واليوم كاينه ازمه خاصنا نتكلموا وخاصنا نقولوا وندقوا ناقوس الخطر. حنا من موقعنا كنخب سياسيه وموقعنا كاكاديميين راه كندقوا ناقوس الخطر. والمسؤوليه على من؟ طبعا المسؤوليه على من يدبر الشان العام، المسؤوليه على الحكومه، المسؤوليه على البرلمان، المسؤوليه على الاحزاب السياسيه، المسؤوليه على الجميع. تحياتي لكم والسلام عليكم.